من أجمل القصص اللي راح تسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الرفيعة وتواضع عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله البجلي كان سيد بجيلة، نعم الفتى ونعمة القبيلة. جاء إلى المدينة المنورة فذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالصحابة الكرام. أول ما دخل جرير رضي الله عنه الصحابة كلهم ناظروا في جرير. جرير استغرب فسأل اللي جنبه قال: يا عبد الله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ذكرك بخير ما يذكر فيه الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من هذا الباب هو من خير الرجال، وإن على وجهه لمسحة ملك، يعني من جماله، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: جرير هو يوسف هذه الأمة. بعد ما انتهت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة، ذهب جرير رضي الله عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصحابة الكرام مجتمعين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد جالس على كرسي، اللي جالس على ثوبه. جرير رضي الله عنه ما عنده شيء يجلس عليه وما لقى مكان، فجلس عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل نظر يمنة ويسرة، ثم خلع رداءه الشريف عليه الصلاة والسلام ورماه على جرير وقال: اجلس عليه يا جرير. فضم الرداء جرير رضي الله عنه وبكى وقال: والله لا أجلس على ردائك يا رسول الله، ولكن أكرمك الله كما أكرمتني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن أتاكم كريم قوم فأكرموه. يقول جرير رضي الله عنه: والله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. هكذا كانت أخلاقه، اللهم صل وسلم عليه.